لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ها نحن عباد الله في شهر الله المحرم، وهو أول شهر من أشهر السنة الهجرية، ولنا مع هذا الشهر وقفات. الوقفة الأولى: لماذا سمي هذا الشهر محرما؟ سمي هذا الشهر بالمحرم لأن الله عز وجل حرم فيه القتال، فكانت العرب تعظمه لحرمة القتال فيه. الوقفة الثانية من وقفاتنا مع شهر الله المحرم: لماذا أضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الشهر لله سبحانه وتعالى من سائر الشهور؟ فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ولم يضف شهر إلى الله عز وجل إلا هذا الشهر. لم يقال شهر الله رمضان، ولا شهر الله ذو الحجة، وكلها أشهر لله، وإنما أضيفت النسبة إلى الله سبحانه وتعالى في شهر الله المحرم، وذلك لشرفه وعظمه عند الله سبحانه وتعالى. فالإضافة إضافة تشريف وتعظيم. صيام شهر الله المحرم. الوقفة الثالثة من وقفاتنا مع هذا الشهر: من فضله أنه من أشهر الله الحرم. وأشهر الله الحرم 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه 4 أشهر معظمة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما معنى أشهر الله الحرم؟ أي أن الإثم
يعظم وزره وتعظم عقوبته إن حصل في هذه الأشهر بالنسبة عما سواها. وأول هذه الأشهر الحرم من السنة الهجرية هو شهر الله المحرم، فاحرص أيها المسلم على اجتناب الذنوب والمعاصي في هذا الشهر لحرمته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الوقفة الرابعة: شهر الله المحرم هو أفضل الشهور بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام النسائي في سننه الكبرى من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل: أي الشهور أفضل؟ ما هو أفضل شهر في السنة كلها؟ أي الشهور أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل الشهور شهر الله الذي تدعونه بالمحرم. أفضل الشهور. الوقفة الخامسة من وقفاتنا مع شهر الله المحرم أن الصيام فيه أفضل الصيام على الإطلاق بعد صيام رمضان، فأكثر فيه من الصيام يا عبد الله. دل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام على الإطلاق، أفضل نافلة من نوافل الصيام تصومها لله عز وجل هو في هذا الشهر الذي من الله عز وجل علينا بدخوله وما دامت أرواحنا في أجسادنا. الوقفة السادسة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه يوما عظيما يضاعف فيه الأجر لمن صامه، وهو يوم عاشوراء، وكذلك يوم تاسوعاء. ويوم عاشوراء هو 10 من محرم، وسيكون في الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى. وتاسوعاء هو يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب أن يكفر الله به ذنوب السنة الماضية. سنة كاملة يكفر الله عنك ذنوبك، سنة كاملة بصيام يوم واحد. فلتشتد الهمم ولتقوى العزائم ألا يضيع مثل هذا الخير علينا. ويستحب صيام تاسوعاء مخالفة لليهود. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن تاسوعاء. فيكون صيام عاشوراء يستحب استحبابا أكيدا لما فيه من أجر، ولما فيه من فضل، ولما فيه من ثواب. ويستحب صيام تاسوعاء مخالفة لليهود. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الوقفة الأخيرة من وقفاتنا مع شهر الله المحرم أن يوم عاشوراء يوم عظيم أعز الله فيه الحق وأهله، وأهلك الله فيه الباطل وأهله. يصف ذلك لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، أي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأغرق الله فيه فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فانظر يا رعاك الله حكمة الله في خلقه أن يتصارع الحق والباطل، حكمة الله في خلقه أن يتحارب أعداء الله مع أولياء الله، ولكن العاقبة للمتقين، ولكن العاقبة لمن اتقى. فكم تجبر فرعون، وكم تغطرس فرعون، وكم أفسد فرعون، فكان هلاكه أن أغرقه الله في اليم، وشق الله عز وجل البحر لموسى ومن معه فسلكوا فيه آمنين. فيا أيها المسلم، لا تيأس من رحمة الله عز وجل عندما ترى بطش الأعداء، وعندما ترى كبرياءهم، وعندما ترى ظلمهم وإفسادهم، فحكمة الله في خلقه أن يتصارع الحق والباطل والمآل للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، العاقبة لأولياء الله الصالحين. وأيضا مما نستفيده: إذا من الله عز وجل عليك بنعمة فأكثر من طاعة الله عز وجل شكرا لله. أنعم الله عليك بمال، فاجعل في مالك ما يقربك إلى الله. أنعم الله عليك بالصحة، اجعل من صحتك ما يقربك إلى الله. أنعم الله عليك بالشباب، اجعل من شبابك ما يقربك إلى الله. أنعم الله عليك بنعمة، فاجعل من هذه النعمة ما يقربك إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه دما، وعندما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا للطاعات، وأن يوفقنا للأعمال الصالحات، وأن يجنبنا المعاصي والسيئات، إنه سميع مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.